ما هي لو البدايه كده يا عم الزمالك يبقى رجعوا لنا تاني توقف الدوري، لان انا مش هستحمل طول الموسم اتفرج على اوفرات عمر جابر واتفرج على فورمه الساحل اللي عاملها ناصر ماهر. انا عملت ايه؟ انا عملت ايه والله العظيم؟ وكمان اتفرج على صورة احمد شريف. مش هستحمل يا زمالك صدقني والله. الزمالك اللي بيبدأ مشوار الحفاظ على لقب الدوري بتعادل بنتيجة 0-0 مع الاتحاد السكندري. في الحلقة اللي فاتت سألت سؤال: هل الزمالك هيقدر يركز في الملعب ويفصل عن أي حوارات بره الملعب؟ وهل كابتن معتمد جمال هيقدر يلاقي خطة وطريقة لعب مناسبة للأوراق اللي موجودة معاه؟ والإجابة جت في ماتش الاتحاد ده بلأ وبآه، وهقول لك ليه. الزمالك اللي بدأ الماتش قدام الاتحاد السكندري ضغط عالي واستحواذ على الكورة ولعب من لمسة واحدة، وكانت طريقة لعب الزمالك والكورة معاه بتتحول ل 3-3-4، والزمالك فعلا قدر يعمل أكتر من كورة خطيرة، بس كان ناقصها بس اللمسة اللي قبل الأخيرة، ودي اللي ما قدرش يعملها الأخ عمر جابر. يا أخي ده أنت لعبت في الزمالك ورحت بازل وطلعت على الدوري الأمريكي ولعبت مع منتخب مصر في كأس العالم ورجعت على بيراميدز ودلوقتي بقيت قائد نادي الزمالك وشعرك وقع، وبعد كل ده تطلع اوفر من رجلك شكله عامل كده؟ ده انت جالك 3 او 4 كور بنفس الطريقه، لو كنت ظبطت اوفر واحد بس صح كان زماننا متقدمين 1-0 على الاقل، بس كل الاوفرات بطلعتها بالشكل الراني ده. بس بصراحه مش هرمي اللوم كله على عمر جابر، هرمي اللوم على الاداره اللي خلت الزمالك اخر فريق في كل انديه الدوري يبدا معسكر، وده اللي خلى الفريق كله شكله ضايع ذهنيا وبدنيا، وده اللي هتشوفه بشكل اكبر في الشوط الثاني. بعد ما الشوط الاول خلص والزمالك كان اخطر ومسيطر على الماتش، قلنا بقى الشوط الثاني ده هيكون شوط الفوز، بس اتفاجئنا باللي حصل فيه. والبدايه كانت محمود بن تايج اللي شكله كده كان مطبق على ماتش الاهلي وبرشلونه وحب يعمل حته فليك كده ويعمل مصيدة التسلل، بس طلع شكله عبيط زي ما انت شايف، والكره راحت خطر على نادي الزمالك. لولا محمود حمدي الونش كان زمان الاتحاد السكندري مسجل الاول. وكمان اتفاجئنا بسبب العامل البدني اللي نادي الزمالك رجع لورا وبدا يلعب على الهجمه المرتده. بيلعب بقى المرتده على مين؟ ناصر منسي واحمد شريف، اللي دول عشان تطلع عليهم بهجمه مرتده لازم تبقى تبلغهم قبل الماتش ب 48 ساعه. الو ناصر منسي معايا؟ بقول لك ان شاء الله في ماتش بكره في هجمه مرتده على الدقيقه 65، يا دوبك تبدا تتحرك من دلوقتي، وانت في السكه خد معاك احمد شريف. ناصر منسي واحمد شريف دول ابطا 2 شفتهم في حياتي. ناصر منسي ممكن اصدقها، راجل متجوز 2 وبيفطر محشي وبيتعشى حمام ودخل على 29 سنه، وغير ان هو اصلا مهاجم صندوق فمش مطلوب منه يبقى سريع. امال احمد شريف ايه الدنيا يا اسطى؟ انت وينج عندك 22 سنه وبتجري بالسرعه دي، امال لما توصل 30 سنه هتجري على كرسي متحرك؟ لا بقى، والاغرب بعد الاداء الرياني اللي عمله وهو بيلعب وينج شمال، جه كابتن معتمد جمال في نص الشوط الثاني نقله وينج يمين قدام عمر جابر عشان هما الاثنين يعملوا جبهه بالظبط كده. لا وكل ده كوم، ولما شفنا محمد السيد نزل بعد كده نزل شيكو منزا قلنا دول اللي هيقلبوا الماتش ويغيروه، وفعلا نزلوا قلبوا الماتش وغيروه للاتحاد السكندري. محمد السيد ده اللي اول ما بيستلم كوره بحسه، عارف انت قبل ما تنام لما بتسرح بخيالك انك بتلعب في نهائي كاس العالم مع منتخب مصر والدقيقه 119 تحديدا والماتش 0-0 والمدرب بينزلك وانت من اول لمسه بتنزل تجيب جول الفوز لمصر في كاس العالم، وكمان بتجري على المدرجات تروح للجيرل فريند بتاعتك تبوسها. اهو كل ده اللي محمد سيد بيقعد يفكر فيه قبل ما ياخد ارنى قرار ممكن تشوفه في حياتك. وطبعا اخويا البنزا اللي نزل يقدم اداء اسوأ من الاداء اللي كان بيقدمه احمد شريف في الوينج الشمال، لدرجه ان شيكو بنزا كان بيباصي الناس وبيلعب لناس احنا اصلا مش شايفينها. هو ممكن يا جدعان تاخدوا شيكو بنزا هو اللي يغيب ويعمل علينا اضراب وترجعوا لنا اخوان بزيره والنبي؟ انا عايز اقول لك ان الراجل الناشئ اللي اسمه محمد حمد ده نزل لعب 10 دقايق بتاريخ احمد شريف وشيكو بنزا مجتمعين، ولك ان تتخيل ان ال 11 لاعب او ال 15 لاعب اللي لعبوا الماتش ده مفيش الا 3 بس اللي كانوا واقفين على رجليهم: محمود حمدي الونش ومحمد شحاته ومحمود بن تايب وممكن شويه ادم كايد، بس انهار بدنيا في الشوط الثاني. انا كل ده بكلمك على الزمالك بس، انما الاتحاد السكندري لو كان جون اوبوكا بس نزل بدري 10 دقايق كان جاب جولين في نادي الزمالك. الاتحاد السكندري اللي مضيع 3 كور متشالين من على خط الجون والجون فاضي، فالزمالك داخل على كارثه، خصوصا ان الماتش الجاي هيلاعب البنك الاهلي اللي لسه خسران الماتش اللي فات من ابو قيل الاسمده، وطبعا هيخش الماتش الجاي قدامي عايز يعوض عملائه على اللي حصل في الماتش اللي فات. بس تعرف المشكله في ايه؟ مش بس في الزمالك، لان وانا بصور لك الحلقه دي دلوقتي حبيب قلبي التاني شايل 2-0 من هال سيتي، فانا شايف ان ده انسب وقت اقفل فيه الحلقه بعد ما انت تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان انا خلاص جبت اخري.